الفنان حسين ابو حجاج قرر الاعتزال من السنه اللي فاتت، بس احمد مكي عمل معاه موقف لا ينسى ويدل على اخلاق. احمد مكي لما عرف ان الفنان حسين ابو حجاج قرر ان هو يعتزل من السنه اللي فاتت اصلا، وجا السنه دي وقال خلاص انا مش هقدر اجي عشان مش قادر اقف على رجلي وبمر بحاله صحيه وحشه، احمد مكي اتصل بيه بنفسه وقال له مسلسل الكبير قوي مش هيبقى مسلسل الكبير من غيرك، وده ان يدل فيدل على نبل اخلاقه وعلى حركه شيك جدا من احمد مكي. اذا كان دنيا سمير غانم بذات نفسها مشت يبقى المسلسل مش هيمشي بسبب اشروط، بس هو احمد مكي عارف ان هو اكيد محتاج للفلوس مع ان هو عنده ورشه وشغال فيها، بس كل القصه ان احمد مكي ما بيبيعش الناس اللي شغال معاها بسهوله. ولما اشرف رد عليه وقال له يا استاذ احمد انا نفسي اجي بس مش هقدر اقف في التصوير عشان خاطر رجليا، قال له تعالى وانا مش هخليك تقف كتير في المشاهد وهقعدك بقدر الامكان وهريحك ما تقلقش، بس المسلسل مش هيبقى مسلسل من غير. في الاخر دي حركه حلوه مش معلومه طالع اقولها، انا طالع اتكلم عن اخلاق احمد مكي. ولو تحب اعمل لك حلقه كبيره عن احمد مكي خش في القناه كده واتفرج على الحلقات وقول لي اعمل لك حلقه. وفي الاخر لو تحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، خش اشترك في القناه ولف لفه كده